في صغري كنت أؤم الناس في الصلاة، وقد تبين لي لاحقا أني كنت في بعض الأوقات على جنابة، ولم أكن أغتسل قبل الصلاة، وذلك عن جهل أو غفلة مني في ذلك الوقت. ولو أردت إخبارهم بإعادة صلاتهم فسأضطر إلى ذكر السبب الحقيقي، مما يسبب لي حرجا ويفضح أمري. ما حكم الصلوات التي صليتها في تلك الحال؟ وهل يجب علي أن أخبر من صلى خلفي ليعيدوا صلاتهم، أم يكفيني الستر على نفسي مع التوبة والاستغفار؟ أما التوبة والاستغفار فواجب عليك، أن تقضي صلاتك أنت هذا واجب عليك، لأن الصلاة مع الجنابة باطلة بإجماع الفقهاء. والأمر الثالث عليك أن تخبرهم بأن يعيدوا الصلاة، وليس عليك أن تخبرهم بتفاصيل السبب. ليس على أي إنسان أن يفضح نفسه، ولا يجوز له ذلك ولو كان في الصلاة، بل يقول لهم إن أعيد الصلوات الفلانية لناقض نقض صلاتي في ذلك الوقت، ولا يلزمه أن يفضح نفسه، والله أعلم. إن أعادوا فالأمر إليهم، فذلك خير لهم، وإن لم يعيدوا فهم المسؤولون عن صلاتهم، والله أعلم.